الإسعافات الأولية بالنسبة للجروح عندنا كم نوع منهم؟ 3. أول نوع اللي هو الجرح المغلق اللي بيظهر عندنا في صورة كدمة. النوع التاني اللي هو الخدوش. النوع التالت والأخطر شوية اللي هو الجرح المفتوح اللي بيفضل فيه نزيف مستمر شوية. وهنتكلم عن 3 أنواع وازاي نتصرف معاهم. أول نوع معانا اللي هو الجرح المغلق اللي هو الكدمة. من اسمها كده الكدمة الكمادة، علاجها على طول الكمادة. طب الكمادة نستخدمها باردة ولا سخنة؟ نستخدم يعني مكعبات تلج ولا نستخدم مياه سخنة؟ احنا بنستخدم الكمادات على حسب وقت حدوث الإصابة بتاعت الشخص. يعني الشخص لو لسه متصاب دلوقتي بنستخدم كمادات مياه باردة أو مكعبات تلج، لكن لو الإصابة عدت يوم أو يومين بنستخدم مياه دافية. طيب ومثال عليها علشان ما تنسوهوش كده، ليه لعيبة الكرة دايما بتلاقوا لعيبة الكرة معاهم الكابتن بتاعهم معاه كده ايس بوكس في مكعبات تلج على طول، عشان لو في اي حد حصل له اي كدمات فالكابتن بيستخدم على طول مكعبات التلج عشان ما يحصلش فيه اي تورم من اي لاعب. والنوع التاني من الجروح اللي هو الخدوش، وطبعا ده ابسط نوع من انواع الجروح وكلنا اتعاملنا معاه قبل كده، اللي احنا بنغسل بس الجرح ونحط عليه بلاستر وخلاص على كده. نيجي للنوع بقى اللي هو اكبر شوية اللي هو الجرح المفتوح. طبعا في ملحوظة مهمة كده لازم اقولها بتاعت اللي اي حد بيكون عنده جروح بيستخدم البيتادين مش الكحول. البيتادين دي مهم جدا لانه بيعقم الجرح ومش بيعمل اكلان زي الكحول. لكن الكحول بالنسبة للجرح بيكون مؤذي جدا للجرح وبيسبب حرقان، فالافضل ان احنا نستخدم بيتادين، بيعمل تعقيم وتطهير للجرح وبيكون اخفف شوية بالنسبة للكحول. نيجي للنوع الثالث اللي هو الجرح المفتوح. اول حاجة نعملها واللي احنا هنفكر فيها طبعا ان احنا نوقف النزيف. ده اول حاجة لازم نفكر فيها، ان احنا نوقف النزيف. ازاي نوقف النزيف؟ نجيب اي قطعة شاش، لو احنا مثلا في الشارع اي قطعة قماش نظيفة هنستخدمها، او هنستخدم اي قطعة شاش هنضغط بيها على الجرح. طب احنا حطينا قطعة شاش او القماش whatever، بس احنا لما نيجي نستخدمهم قطعة الشاش دي او القماش اتعبوا بالدم، احنا هنعمل نتصرف ازاي؟ هل هنشيل قطعة الشاش ديت ونحط واحدة تانية، ولا هنتصرف ازاي في الحالة دي؟ احنا لما نيجي نستخدم الشاش او قطعة القماش اللي احنا استخدمناها اتعبت بنحط فوقها تاني، والتاني اتعبت بنحط فوقها التالت. ليه؟ طب احنا ليه ما نشيلش اول طبقة؟ عشان احنا لو شلنا اول طبقة بيكون الدم كده سبحان الله اول ما الشخص يحصل له نزيف او بيجي يتعور بتلاقي الدم بيتجلط، الصفائح الدموية بتبدأ تعمل شغلها كده، والصفائح الدموية بتبدأ تعمل عملية التجلط. فانت بمجرد ما انت تيجي تشيل القماشة اللي فوق دي او الشاش بتشد الطبقة اللي اتجلطت، فبالتالي النزيف بيستمر وبيزيد اكتر. فانت اللي هتعمله ان انت هتمسك قطعة شاش اللي اتعبت، تضغط تبدأ تحط 2 3 فوق بعض لحد ما الدم يقف شوية وعملية التجلط تكون اشتغلت. تبدأ فورا بتكون طبعا نقلت الشخص للمستشفى، هما بيتصرفوا معاه هناك. وفي قاعدة كده في الجروح بتقول ايه؟ ان اللي يدخل الجسم ما يطلعش، واللي يخرج من الجسم ما يدخلش. زي مثلا لو الشخص اتجرح بسكينة، في سكينة او في حاجة دخلت جوه جسمه او جوه ايده، ما نحاولش احنا نشد السكينة دي، عشان احنا مجرد ما احنا بنشد السكينة كده بيحصل فيه نزيف بيطلع من في الدم بيزيد، فاحنا نسيبها مكاننا لحد ما الشخص يروح المستشفى. حاجة تانية مثلا اللي هو بيطلع من الجسم ما يدخلش. مثلا لو الشخص عمل لا قدر الله حادثة وفي اي عضو من اعضاء الجسم بتاعته، وفي مثلا في بطنه في اي مثلا الكبد امعاء اي حاجه طلعت بره جسمه، ما الشخص ما يحاولش يدخلها تاني، لان طبعا مش هترجع تاني زي ما كانت في الاول، فهم بيسيبوا كل حاجه مكانها والدكتور هو اللي بيتصرف.